كل سنة وانت طيب يا جيمي. وانت طيبة يا إيلان. هتعمل ايه في العيد يا حلو يا صغنن؟ بصي بقى، هفايتك فلوس كلها وهجيب ألعاب وحلويات. ما شاء الله عليك يا جمال، طول عمرك همك على بطنك. همك على بطنك. ما تهتمي شوية. انت بتزعق لاختك الكبيرة يا جمال؟ هو انا قلت لك ايه؟ بقول لك طول عمرك همك على بطنك، يعني بتحب الاكل والشرب اكتر مننا كلنا. في دي عندك حق، بس احنا لسه طالعين من رمضان والصيام هبطني على الآخر، فعايز بقى أدلع نفسي. عايز تدلع نفسك فتصرف فلوسك كلها على الاكل والشرب؟ انت مش عارف يا جمال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين؟ يعني ايه الكلام ده يا إيلان؟ التبذير يا جمال هو ان انت تصرف في حاجات ملهاش اي لازمه. يعني ما افرحش يا إيلان في العيد؟ لا طبعا، مين قال كده؟ افرح واتبسط بس باعتدال. مش لازم تقعد تشتري بفلوسك كلها حلويات والعاب. وبعدين العيد 3 ايام، لو صرفت فلوسك كلها دلوقتي هتعمل ايه في اليومين الفاضلين يا عسول؟ عندك حق. وحاول على قد ما تقدر تستفيد بالعيدية بتاعتك. استفيد بيها ازاي يعني؟ افتكر اي حاجة كنت عايزها من بابا او ماما ونفسك فيها قوي ومش عارف تجيبها. انا كنت عايز لعبة عربيات بتتحول انسان آلي. طيب حلو جدا، شوف الفلوس اللي معاك وروح اسأل عليها. لو لقيت معاك فلوسها يبقى انت كده هتجيبها من فلوسك الشخصية وهتوفر على بابا وماما، وفي نفس الوقت انت كمان هتبقى مبسوط. يا بنت اللذينة، ده الموضوع ده ما جاش في دماغي خالص. ده انا على كده كل حاجة عايزة اجيبها ممكن اجيبها من مصروفي. ما هو ده اللي انا بقولك عليه يا حبيبي، كل حاجة تصرف فلوسك على الحلويات والحاجات المضرة. وبيني وبينك يا جمال، انا ملاحظة انك الفترة اللي فاتت بتاكل شوكولاتة وبونبوني كتير قوي، وكل الحاجات دي ممكن تأثر مش بس على صحتك، بتأثر على اسنانك وعلى مخك وعلى تركيزك. قصدك ايه يا إيلان؟ بتأثر عليا؟ هتموتني؟ لا يا حبيبي مش هتموتك، بس هتخليك ضعيف وصحتك تعبانة ومش قادر تركز في عمايل الواجب ولا الدراسة. يا نهار أبيض، كل ده يطلع من الشوكولاتة والحلويات؟ وأكتر من كده كمان، دي بتخليك مش عايز تاكل أكل ماما ولا الأكل الصحي المفيد اللي بيخليك تكبر وتبقى قوي ويبقى عندك مناعة تقاوم بيها الأمراض اللي بتبقى عايزة تدخل جسمك. يا نهار أبيض، يعني أنا اللي بأذي نفسي بنفسي؟ طبعا يا جمال، انت اللي بتختار الحياة اللي هتعيشها والصحة اللي هتبقى فيها. لو كلت أكل ماما الجميل الصحي هتبقى قوي ومناعتك قوية. طب وما كلش حلويات خالص؟ أنا ما قلتش كده أبدا يا حبيبي، لكن كل باعتدال. يعني إيه كل بالاعتدال؟ يعني مش طول النهار تقعد تاكل حلويات وسكر وسكر كتير قوي. افطر كويس، وعشان احنا في العيد ممكن تاكل قطعة أو 2 بس مش طول النهار يا بطل، وبكده تبقى أكلت حاجة مسكرة واتبسطت في نفس الوقت ما خلصتش فلوسك على الفاضي. هنفذ كلامك يا أروبة، أروبة جدا، كده دايما معاكي فلوس.